السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ حلقتنا النهاردة بأحداث الحكم على المطرب سعد الصغير. بناء على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد المطرب سعد الصغير، عدد من الاتهامات كان بيواجهها المطرب، منها مخدر الحشيش والترامادول أثناء عودته من أمريكا إلى البلاد. كان موجود في مطار القاهرة، وامبارح أصدر الحكم المحكمة مجموعة من الاتهامات، منها الحكم المشدد 3 سنوات بسبب حيازة سعد الصغير الحرز، وكمان غرامة 30,000 جنيه مصاريف جنائية. وبعد الحكم أصيب سعد الصغير بحالة من الانهيار بعد صدور الحكم عليه، وأقاربه وصفوا الحكم بأنه حكم قاسي. لكن سعد الصغير قال تعبير واحد بعد الحكم لما الناس سألته بعد إصدار الحكم، قال الحمد لله. لكن أسرته كان عندهم حالة من الانهيار، وقالوا مش مصدقين إن الحكم صدر، وطبعا يحق لسعد الصغير الطعن في الحكم الصادر من المحكمة. وطلب المحامين من ضمنهم محامي طارق جميل سعيد طلب براءة سعد الصغير، خاصة ان تقرير الطب الشرعي وصل امبارح وبيقول ان التقرير ان سعد الصغير بيعاني من قطع في الرباط الصليبي، وبيتعاطى مخدر الترامادول تخفيف من الآلام. ووجهوا للمحكمة هذه التقارير، لكن المحكمة كانت أصدرت حكمها خلاص. واللي حصل ان سعد الصغير كان في الجلسة اللي قبل الأخيرة، سعد الصغير بدأ يتكلم هو مع القاضي، ومداش فرصة للمحامين يتكلموا مع القاضي. طبعا احنا عارفين ان المحامين لما هم بيتكلموا بطريقة غير لما المتهم يتكلم ويدافع عن نفسه. وطبعا القاضي ما صدق، قال له طيب تعالى، انت عايز تترافع عن نفسك؟ طيب تعالى، انت جيت في حجري. وطبعا سعد الصغير لانه شغال مع العوالم وليه طريقة اسلوب بيتهته في الكلام، فضل يتهته ومعرفش يتكلم خالص ولا يدافع عن نفسه، وفضل يقول انا مش بشرب سجاير، ولو بشرب سجاير اعدموني، والله العظيم ما بشرب سجاير. راح القاضي قال له ازاي يا سعد انت مش بتشرب سجاير وانت شغال في الكباريهات، وسط الكباريهات ووسط المغمغة اللي انت فيها دي كلها، وازاي حتى بتقول ما بشربش سجاير؟ راح القاضي برضو قال له طب والعينة يا سعد اللي احنا خدناها منك من جسمك؟ قال ده علشان عندي رباط صليبي. وطبعا راح قال له خلاص يتحول سعد الصغير للكشف الطبي على العينات اللي هم خدوها، ويشوفوها فعلا هو عنده رباط صليبي ولا لا. يعني لو سعد الصغير ساب المحامين يشوف شغلهم ما كانش وصل للحكم اللي هو خده. وخصوصا ان كانت من فترة الممثلة منة شلبي المعروفة برضو كانت بنفس الحرز واكتر كمان، والمحامين ادوها سنة مع ايقاف التنفيذ مع غرامة، يعني ما اتحبستش ولا يوم. طبعا ده نتيجة ان سعد الصغير غلط ومعرفش يخلي المحامين بتوعه هم يدافعوا عنه. لكن بسبب تسرع سعد الصغير خد 3 سنين، وكمان حكم مشدد، وكمان 30,000 جنيه غرامة مصاريف جنائية. ما تنسوش لو الخبر ده يهمكم تقولوا تعليقاتكم وتقولوا رأيكم في كمية القضايا أو اللي بيحصل في البلد اليومين دول، لأن الموضوع كتير جدا. ولازم يا جماعة ان احنا بنذيع المواضيع دي، بنوعي ولادنا وشبابنا وبناتنا علشان يخلي بالهم ويشوفوا المواضيع دي ما بتعديش بالسهل. النهاردة اكتشفت نوع جديد من المخدرات. واحد مصري ابتكر نوع جديد بطريقة جديدة. الشاب ده عنده 36 سنة، وكان خريج كلية نظم معلومات، وتم ضبطه ب10 كيلو من الماجيك مشروب. ده نوع جديد اكتشفوه امبارح برضو، وطبعا جه ده بعد القبض على بعد أحداث المذيعة الإعلامية الشهيرة بمخدر الاغتصاب.
وكان معاها 180 لتر من المخدر السائل. وتفاصيل الإعلامية موجودة في القناة، اللي عايز يشوف التفاصيل موجودة، اللي تم القبض عليها هي وصاحبها الأجنبي. وبالنسبة للشاب اللي ابتكر طبعا الطريقة، التحريات أكدت إن في شاب في الشروق بالقاهرة في مزرعة بيقوم بزراعة بذور المشروم، وكان بيجيبها من إحدى الدول الأجنبية وبياخدها ويسويها على درجة حرارة معينة وينتج الماجيك مشروم، وكمان بيروج ليها، وكمان بيخلط الماجيك مشروم مع الشوكولاتة، يعني بيعمل نكهة الشوكولاتة نكهة مختلفة. وسيلة التعاطي عن طريق الأكل، يعني ممكن الماجيك مشروم ده يتحط على الأكل، وبيعطي بقى قدرة ان هو ممكن يقعد 4 ساعات. الانسان في حالة نفسية طبعا كويسة، ان هو بتديله نفس النتيجة بتاعت المخدرات العادية. وظهر معاه كمان مخدر الاغتصاب اللي هو الفتيات، برضو ده كان في حوزته. وكانت طبعا المخدر دون كانت امريكا بتستخدمه الاول في كنوع مخدر في العمليات، لكن بعدين تم منع انتاجه. يعني هناك حاجات كتيرة في المجتمع المصري دخلت مصر كتيرة. يكفي ان في اخر 6 شهور تم ضبط مخدرات تقدر ب2 مليار جنيه. طبعا ده لتغييب العقول الشباب المصري، وده بيوجهنا ان العالم الغربي عايز يعمل مخطط لتغييب عقول الشباب، ولازم كلنا ناخد بالنا، لان لو لاحظنا ان كل هذه المواد والقضايا اللي ظهرت عندنا دي بتتجاب من دول أوروبية، سواء بقى قضية سعد الصغير جابها من بره مصر، أو المذيعة المشهورة مع صديقها علشان يجيب من بره ويجيب لها النوع المخدر دون وهي تسوقه له هنا كان سائل. وكمان الشاب اللي اخترع نوع جديد جاب من بره البذور اللي هي المشروم. وبصراحة الداخلية شغالة وجاهزين دايما لأي مخطط لشبابنا. يعني عايزة أقول لكم إن ربنا يسترها طبعا علينا ويحفظ شبابنا ويحفظ بناتنا يا رب. ولو عجبكم الفيديو وصلتوا الآخر ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتابعوا معايا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.